القياسية. صحيح. كنا نستمتعوا الآن بلتي يعني حتى باش نعطي رأيي فيه يعني بسرعة يعني نقطتين روعة يعني ملك في ميدانه يتحفنا كل مرة بأرقام قياسية يعني شيء من وقته لا يستغرب، والمستمع المتلقي يعني كي يشوف انه بلتي يطور في نفسه مثل ما كنا نحكيه توا على التعليق يلزم تطوير دائما ما يبقاش جامد في نفس القالب. هذا مثلا قالب جديد خرج به يعني واللي ربما نقول حتى بعد ال 100 مليون هذيك باش يولي معناتها نموذج في دول اخرى. احنا شفنا كم مره حتى سمعنا قبل مثلا صلاح فرزيت غنى له شاب خالد صحيح واعطاه حقه وتكلم يعني وقال الاغنيه هذه معناتها تحيه صالح. عندنا توانسه مبدعين في كل المجال، وانا حتى نحكيه من باب الضماره تو نحكيه نقطه في نقاشي مع واحد مصري ما نحبش نذكر اسمه نحييه لانه يحب تونس. قال لي انا مستغرب اليوم، انا قال لي متعجب، انا مخي واقف. قلت له علاش شنو المشكل؟ يقول لي انتم التونسيين انتم التوانسه شبيكم خلقكم ربي تحاربوا فينا نحن المساروه. قلت له علاش فاش قام؟ قال لي انتم 11 مليون ساكن، حي شبرا في القاهره 13 مليون حي شبرا، اكثر منكم الكل. تحاربوا فينا في الرياضه وفي السياسه وفي الاقتصاد في كل شيء قدامنا. اذا كان مصري انهزم راهو فاز عليه تونسي. قلت له سهل الجواب عندي حاضر. قال لي دلني. قلت له تفضل. قلت له الفرق بيناتنا امهاتنا احنا في تونس يفرخوا نخب على طول، عندنا 11 مليون من نخب نوزعوهم اقتصاد رياضه. تعرف الراجل بدموعه قال لي والله صحيح للامانه توانسه انتم عندكم دون هبه من عند ربي انكم تخطفوها وهي طايره. في التفتح على العالم الاوروبي مركزكم الجغرافي رائع، في المتابعه اليوميه ناس متفتحه على العالم. قال لي احنا قلت انتم قعدتوا تعيشوا على عليائكم، انتم اقوى صحافه هي مصر، اقوى تلفزيون مصر، احسن مسلسلات مصر، وتجاوزكم العالم العربي بمراحل لانه تطوروا مع الوقت ومع الزمان. علاش سبت لك الاغنيه هذيا وقلت لك يعني اليوم الخدمه على اليوتيوب وغيره والفنانين فهموا اللعبه ولا فما صنعه يعني في الاغنيه سواء على مستوى يعني التوزيع، على مستوى اختيار الكلمات، على مستوى اختيار الكليب. اليوم مانيش عارف هو رضا زاد شتني راي ولا هل انه اليوم التعليق خرج من الموهبه ولا صنعه؟ رضا شتنيش الراي في الكلام هذايا وباش نطرحه على رؤوف، لانه اليوم نحسوا مثلا انه فما تنافس على اختيار الكلمات، تنافس على اختيار الدخله، تنافس على اختيار التعليق، تنافس على اختيار كل واحد يحب يكون عنده الاسلوب نتاعو وعنده الكلمات اللي تميزه. برشا يقول لك اليوم فما تصنع وفما صنعه، ما نحبش نقول تصنع، فما ولات اليوم دخلنا للصنعه ما دخلناش للموهبه. لا اكيد جمال، تقريبا خرجنا من مرحله الموهبه والصناعه والاحترافيه، لانه تو المعلق الناجح لابد انه تتوفر فيه عده عناصر من جملتهم الثقافه، الغرام بالكوره كما قال رؤوف، المتابعه اليوميه، الطموح، برشا عوامل. وانت جمال ذكرتني قبل كان عندك في البرنامج كان عندنا برشا مواهب يحاولوا باش يقلدوا المعلقين وقلدوا تقريبا في رؤوف برشا مرات. لذلك أنا نقول اليوم المعلق لابد توفر فيه عدة خصال من جملتهم الموهبة، الثقافة والمعرفة بالرياضة وخاصة الشغف. ما عرفش رؤوف هل أنه رؤوف اليوم تنجموا تقروا انتم كمعلقين تتنافسون فيما بينكم انه فما صنعة اليوم وتصنع؟ لا شوف انا نشاطرك الرأي لما تقول لي التعليق الاشياء اللي ربما اصبحت متداولة اكثر من غيرها في الموضوع هذايا، انه الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تمسها في التعليق هي الاسلوب. لانه الاسلوب هذا من عند ربي، يعني احنا نقولوا يعني هذيك الموهبه اسلوبك وطريقه الالقاء نتاعك في التعليق. ما عدا الاسلوب انا نمشي لك على طول باب التقليد. يعني اللي انتم تراوه نوع من التصنع اللي هو على اساس انه الكلمات تقريبا تتشابه ولات، فما تقليد اعمى موجود مع الاسف في المعلقين. نقولوا احنا فما كسل يجبر على التقليد. وانا ديما نرجع ديما خويا جمال، راهو المعلق كنقول شيء من اشياء واشياء من شيء. يعني اليوم راهو المعلق مطالب انه يكون محلل، مذيع، معلق، مؤرخ، اقتصادي، جغرافي، لانه مش معقول في بعض الاحيان تجيك حوادث في المباشر يلزمك تعطي الخلفيات التاريخيه نتاعها او الجيوسياسيه نتاعها او يعني الاقتصاديه نتاعها في ذلك الموعد. وبالتالي اذا كان انت تنعدم عندك هذه الثقافه او ذلك المستوى اللي يخول لك باش تكون في عالم التعليق، الفوارق من بعد تحدث
ويولي تشوف انت المعلق هذا افضل من المعلق الاخر. علاش؟ خاطر بعد 90 دقيقه تخرج باستفاده ام لا. انا اليوم تسمع معلق بعد 90 دقيقه تقول انا والله خرجت بدون استفاده، ما عطانيش افاده، ما ضافليش حتى شيء من اللي انا نملكه كطاقه في الفهم، وتخرج في مباراه اخرى تقول والله فريمون متعني السيد هذا، اعطاني حاجات ما كنتش تعرفها، طورت معها فهمتها. وبالتالي هنا ديما تقعد اكل التقسيم على المستوى وفي الاستفتاءات او في قيمه المعلق تقعد ديما مرتبطه دائما اقول بالاسلوب. باهي خلي بعد البيب نحسك هربت شويه من الاجابه. مش لا ما هربتش، قلت لك ليس تسنى هو تقليد. انا مشيت في المباشر اكثر، وانا نعرف اللي فما بعض الزملاء لا باش نقول لك وين مثلا كلمه تقليد. لا باش نقول مثلا باش نكون واضح مثلا هل انه اليوم اما تجاوبني بعد البيب هل انه اليوم مثلا رؤوف خليف ناخذ كرؤوف خليف اليوم عنده الاسلوب نتاعو وعنده الاسم نتاعو تبارك الله، هو الارقام تحكي وحدها. اليوم رؤوف خليف هل انه كيما الولد اللي باش يحضر الامتحان اليوم يحضر الدخله نتاعو ويختار الصدر والعجز والوزن، ويعني وقت اللي مركي فلان هاي كلمته، وقت اللي تربح تونس هاو شنو نقول، ووقت اللي تخسر تونس هاو شنو نقول، وهاو باش نحكي على النجم الساحلي. دونك يلزمني نحضر على النجم الساحلي باش نقول كيف باش نحضر على الترجيح الكل بعد البيب.